انت مش كفايه. مفيش اي حاجه بتعملها ليها لازمه. انا مش كفايه، انا مقصر، انا مش هكمل كده. شغلك مش كفايه. كل سنه بتاكد ان انا لا يمكن ابقى مهندس. باشمهندس بهاء، مش قادر اعمل حاجه انا مش مقتنع بيها. ليه قعدت 6 سنين تعمل حاجة ما بتحبهاش؟ بجيب اخر الحاجه، بحاول ارضي المجتمع واهلي عشان بس يتقال ده مهندس بهاء جاي من الشغل وبيعمل كده حاجه جنب شغله كده. مش كابتن بهاء. أنا لازم اعمل واعمل واعمل عشان احس بذاتي، عشان احس بنفسي. نفسي افرح اهلي باللي انا فرحان بيه. لو كل العالم سقفت لك والبارنتس ما سقفوش، العالم ده كله ولا حاجة. عشان ايه اكتر احساس بيخوف بهاء؟ اللي انا مش هعمل بقى. يا ترى بعد الحلقه دي هيبقى كفايه؟ مش كفايه. انت مش كفايه. شغلك مش كفايه. يوم الجمعه جاي وهنريح. يا ترى حد فكر في الموضوع ده؟ ان انا لازم اعمل واعمل واعمل عشان احس بذاتي، عشان احس بنفسي، عشان احس ان انا مقبول. يا ترى بعد الحلقه دي هيبقى كفايه؟ وده السؤال اللي ضيفنا البش مهندس بهاء البرولوسي بيسأله لنفسه، عشان برغم كل إنجازاته من كونه صانع محتوى باهر لممثل ماهر لمدرب أونلاين فاجر وكمان مؤسس ساستين أكس، لسه بهاء بيدور على الإجابة. فأنا متحمس إني أقعد معاه وأعرف أكتر عن حكايته. قول لي ايه قصتك؟ طيب خلينا نبتدي من 11 12 13 سنه كده، ثانويه عامه سريعا. حلو. شخص مش عارف انا بحب ايه، ولا شخص عارف انا عاوز ايه، وبسأل وبس يا جماعه هو ايه احسن حاجه لده. انا بحب كل اللي انا كنت يعني عارفه ان انا مثلا بحب مواد معينه، فخلاص اللي بتحب الماث خش هندسه لوجيك. مفيش اي بجنيه انت مين فاهم، مفيش اي اختيار من جوايا خالص. وده بيزد على ايه؟ بيزد على حاجات كتير، عاداتنا وتقاليدنا، التربيه بتاعتنا، اللي هو ما تسالش كتير هو ده احسن حاجه، امشي ورا الزحمه، خليك مطمن. فمن زمان ماشي كده، بس دايما جوايا احساس ان انا مش مقتنع باللي انا بختاره او بعمله. من اول ما دخلت علم رياضه عشان خاطر اخش هندسه، وانا مش عارف اخش هندسه ليه. يعني دخلت علم رياضه عشان اخش هندسه، ودخلت هندسه عشان انا علمي رياضه. فهي لوب كده انا مش موافق عليها تماما اصلا بس مش عارف اسال مين. ففي السن ده وفي الوقت ده انا بشوف ان ده اهم وقت ان احنا نبقى بنكلم الفئه دي او بنكلم الشباب. عشان هنوفر عليهم مجهود كتير، بلاش يخشوا في حاجات مش شبههم ومش هم، بتستهلك طاقه ووقت ومجهود. فسريعا، وانا في ثانويه عامه ما كانش في حاجه ولا سوشيال ميديا ولا حاجه غير الدش بتاع زمان. فابتديت ان انا بتفرج على افلام كتير، وقاعد في الاوضه ما بعملش حاجه، ان انا بتفرج على افلام وبذاكر. فمن زهقي قلت افتح الكاميرا بتاعت الموبايل. هي ما كانتش كاميرا، كان ساعتها موبايل اللي هو بيتفتح نوكيا القديم ده 5600. الكاميرا وحشه لدرجه ان هي بتجيب حد تاني مش انت تمام يعني مش واحد مش شبهك. بس جربت اقلد ممثلين من افلام، يعني من زهقي ما بعرف يعني، وانا بعمل ده ما كنتش متاكد ولا عارف انا بعمل ايه. وبوري لاصحابي اللي في الدرس كده، انا بصوا ده انا بقلد احمد عز، بصوا ده انا بقلد احمد السقا، وبلاقيهم بيضحكوا جدا. ايه ده انت بتجيب صوته، ده انت بتجيب مش عارف ايه، طب ازاي؟ فاعمل مينيمايز بقى لده، لان انا ما كنتش عارف بعد كده طب وبعدين يعني هيوديني بقلد فين. وخلاص وبعمل شويه فيديوهات ركز في شغلانتك، ركز انت مهندس. انت مهندس داخل علم الرياضه عشان تخش هندسه، ركز في اللي المفروض تركز فيه مع الزحمه. واي حاجه بقى من اللي انا حاببها دي كنت دايما ببقى خايف اخد فيها اي خطوه من السن ده. اتفقنا. بعد كده دخلت ابتديت دخلت هندسه. في خلال الرحله بتاعت هندسه دي كل سنه بتاكد ان انا لا يمكن ابقى مهندس. هتبقى ايه مش عارف. طب بتحب التمثيل بس مكسوف تتكلم في الموضوع ده. انا من عيله عاديه، برضو عيله متدينه، عيله ظروفها الاجتماعيه ملناش بقى علاقه بالوسط، ملناش علاقه. فانت حتى والدي ركز خد شهاده وبقى شوف هتعمل ايه. امي شوف ركز في اللي احنا عارفينه وبقى بعد مع نفسك بس ما تفضحناش، عارف انت الاحساس ده. طيب
كأي شاب في الجامعة طبيعي، انت داخل الجامعة فبتحس ان انت ايه، بقول لك ايه، انا داخل هندسة فهشتغل عشان اشتغل شغلانة يبقى فيها فلوس. فارتبطت يعني بحد، ومن ضمن الحاجات اللي كانت مساعداني ان انا ارتبط وانا صغير ان انا في هندسة هتخرج اشتغل شغلانة فيها فلوس كتير، فاطمني يعني. المهم سريعا بقى في الموضوع ده عشان ما ارغيش فيه كتير، ان بعد 4 سنين في الموضوع البنت دي سافرت امريكا لخالها رحله عادي. الملخص ان هي رجعت مكتوب كتابها، مش حتى مخطوبه. يعني انا قلت لهم مش المفروض بتاخدوها خطوه خطوه، يعني اشوف الدبله الجرح بتاع مكتوب كده. فانا بالنسبه للسن ده كان اول صدمه في حياتي، واول هو ده يعني ما كنتش عارف ان ده اكتئاب بقى، لان ساعتها ما كانش فيه المصطلحات بقى بتاعت دلوقتي، الانكزايتي والاوفر ثينكينج والبانيك اتاكس. مفيش بقى، انت حسيت الاحساس. انا عيل صغير زعلان. انا متضايق جدا. انا ما بجا... انا مش جاي لي نوم، انا مش عارف اكل، انا الفقد. ده كان اول تجربتي مع الاكتئاب والزعل. ده وصلنا لايه، او ده طلعت منه ازاي؟ بالصدفه واحد صاحبي نسي معايا فلاشايه كده عليها شويه افلام. من ضمن الحاجات دي فيديوز اسمها انسانيتي وبي 90 اكس. كانت فيديوز ساعتها طلع ترند، بتفتح الفيديو تتمرن معاه، مش محتاج اي تولز، مش محتاج اي حاجه. المهم ان الفيديوز دي خرجتني من الاكتئاب، خرجتني وحسستني يعني بتعمل رياضه وراها بتعمل وكده. رياضه، تفتح الفيديو تقلدها. اه وانا كنت ساعتها شخص رياضي، لما زعلت وكده تخنت 20 كيلو وما كنتش صحيا احسن حاجه. فالفيديوز دي استفزتني ان انا مش عارف امشي معاها بالظبط، مش عارف ابقى يعني الفيديو الساعه بيخلص في ساعه ونص وساعتين. فده استفزني، ابتديت اتمرن مع الفيديوهات، خسيت. اي حد من صحابي كان ده اخر سنه في هندسه بيجي يذاكر معايا، انا عايز امرنه بالعافيه، انا عايز اوري له النتائج اللي انا شفتها على نفسي دي، عايزه يجربها لمجرد ان انا حاجه جربتها وحسيت ان هي بقت احسن بعد ما جربتها، من غير برضو ما اعرف ان دي هتوديني لايه. وفاكر الفولدر بتاع التمثيل برضو، دول فولدرز مفتوحه، ومكمل في سكتي في هندسه. اتخرجت من هنا كأي شاب طبيعي، أول شغلانة بتبقى واسطة، بابا جايبها لك، عمو جايبها لك، شركة حكومة. بروح من 9 ل5، بطلب فطار وأطلب غدا وأبعت ميلين فاضيين وأمشي. مفيش أي حاجة مفيدة بعملها. كنت بترجع ببطيخه؟ ما كنتش بحب البطيخ، فما كنتش برجع ببطيخ. ليه بقى كنت برجع فين؟ ما كنتش برجع، كنت بطلع على الشغلانة التانية، الفتنس. كان واحد صاحبي ساعتها بالصدفة بيفتح فتنس سنتر، بيمرن نفس الحاجات اللي أنا بمرنها في الأنتريه والصالون. فقال لي بدل ما أنت مبهدل البيت عندكم، تعالى مرن معايا. تعالى الجيم عندي بقى. بالظبط. ومن هنا ابتدى الفتنس كبارت تايم جوب. عشان اوفر عليك رحله 10 سنين عشان الكاميرا هتفصل، قعدت 5 أو 6 سنين منهم، من 9 ل5 مهندس عادي، من 6 ل 10 11 يا بتمرن يا بمرن يا بذاكر عشان افهم اللي انا بمرنه ده ايه. 6 سنين. وبقول 6 سنين ده حاجه ولا حاجه عشان الناس اللي مستعجله، اللي بيتخرجوا عاوزين جامعه انا عايز ابقى فاوندر، انا عايز افتح شركه. ايوه بالظبط. على مدار الرحله دي بانفست في الفتنس يعني، وبشتغل. سبت الحكومه، رحت شركه مالتي ناشونال، اشتغلت في كل الفيلدز بتاعت هندسه، سواء في حكومه او شركات كبيره او ايا كان. بس نفس الاحساس جوايا، انا مش هكمل كده، ومش عارف ايه البديل، ومعيش فلوس اعمل حاجه تانية. حتى يعني الفتنس، انا اول 5-6 سنين ده الفلوس اللي قلتها لك لا تذكر. سايس بياخدهم في مراسي دلوقتي عادي جدا، والله في يوم عجله كده كده تعالى هتجيبها بالظبط، هيجيب الشهر اللي انا بشتغله في الفتنس. لان ساعتها من 11 سنه الفتنس دي ما كانتش شغلانه، ما كانش حد يتقال عليه ينفع يروح يقعد في الصالون يتقدم لوحده وهو مدرب دي. عشان كده كل مره كنت باجي اخطب كان لازم ارجع لهندسه اشتغل بارت تايم مش عارف ايه. اسمك باشمهندس بهاء، مش كابتن بهاء. 6-7 سنين من حياتي بحاول ارضي المجتمع واهلي عشان بس يتقال ده مهندس بهاء جاي من الشغل وبيعمل كده حاجه جنب شغله كده، شويه رياضه وبيرمي بارات كده، لكن هوايه. تمام. لحد ما حصل لي حاله من اللي تسميها احتراق داخلي، تسميها بقى خلق ايداء. مش قادر اعمل حاجه انا مش مقتنع بيها، حتى لو مش هلاقي اكل، مش قادر. ويمكن انا ابتديت الموضوع بالعكس، يعني انا عشان جربت حاجات انا بكرهها جدا واكتشفت ان انا بكرهها ومش قادر استمر فيها، خلاص ما كانش قدامي طريق تاني غير الحاجه اللي بحبها، حتى لو انا مش شايف هي هتوديني فين دلوقتي.
2017 2018 بتهيالي خدت القرار، وكان قرار الاستقالة، وكان أحسن قرار في حياتي إن أنا هعيش للحاجة اللي أنا مصدقها. وطالما كده كده يعني اكتشفت إن طالما كده الدنيا تعب، يعني كده كده بتحب حاجة، صاحب مشروع، موظف، أنت كده كده هتبقى تعبان، فاتعب في حاجة إيه أنت مقتنع بيها ومصدقها. وخدت القرار، ومن هنا ابتديت رحلة الانفستمنت أكتر في الفن والرياضة. ابتديت اخد ورش تمثيل، ابتديت باعلانات اللي هي بطلع فيها بودني دي، اللي هو لازم توقف الشاشه، فاهم؟ عشان تشوف نفسك في الاعلان لازم تدوس دي بودن، ودني يا جماعه، انا بقيت مشهور. والعيله كلها تسقف وبتاع ودن بقى اهو. ابتديت كده، ابتديت اعمل افلام قصيره لجامعات ببلاش، اللي هي الفيلم اللي هو ما حدش بيشوفه غير انت والدكتور والطلبه، وممكن الطلبه ما تجيش، يعني فاهم الافلام دي. عملت لكل جامعات مصر تقريبا. لحد ما فيش اي حد ساعدني في الرحله دي، لحد ما ابتدى يجي لي ادوار صغيره، اعلانات واحده واحده ببان فيها بجسمي بقى كلي، مشهدين 3 لحد ما بقيت هيرو اعلانات. المشاهد اللي في الافلام ابتدت تزيد شويه، ده في حته التمثيل. في حته الفتنس الحمد لله بفضل ربنا، بعد 10 سنين فتحت ماي اون بزنس وماي اون، يعني حاجه انا مقتنع بيها، مش مجرد، لان طول ال10 سنين انا كنت ببقى شريك في شركات فتنس، بكبر الشركه وامشي وتمشي. وما بظهرش. خدت القرار، وده عشان انا بطبيعتي بشك في اي حاجه بعملها، بعد زن الناس اللي حواليا، افتح حاجه لنفسك، افتح حاجه باسمك، تبقى انت بتعمل حاجه بيها مقتنع بيها. بعد 10 سنين في مجال الفتنس فتحت سستين اكس. هي شركه بتقدم فتنس سيرفيس على هيئه اونلاين واوفلاين بروجرامز، يعني بمرن اونلاين وبمرن اون جراوند سيشنز. هدفها ان هي الشركه دي تساعد الناس ان هم يبقوا احسن من الناحيه النفسيه والبدنيه، والبدنيه، الاثنين مع بعض. العقل السليم في الجسم السليم. فحاليا انا شغلانتي ليها علاقه بالفتنس وبالتحسين حياه الناس عموما، عن طريق الرياضه الاول، وبعد كده تيجي الصحه النفسيه. حلو. وعن طريق شويه بقى عادات هنبقى ندردش عنها. والناحيه بتاعه الفن، اكتشفت ان المجال بتاع التمثيل او كده ما فيهوش استابيليتي، ما فيهوش ضمانات، في تنازلات في بعض الحاجات، فما حبيتوش ان هو يبقى مجالي الاساسي، فبعمله جنب شغلي. وفي نفس الوقت بعد حاليا السوشيال ميديا ابتدت تبقى فيها اكسبوجر اكتر اصلا من السينما يعني انا في ناس ما تعرفش ان انا عملت شاركت في فيلم سينما وفي مسلسلات رمضان، بيبقوا عارفوني من السوشيال ميديا. ازاي هم مش عارفين ودانك؟ ما اعرفش، لا ده الثانيه دي بالاعلانات. طب اسالك حاجه بقى، دلوقتي هي بصراحه رحلتك صعبه، مش سهله جدا، لان انت رايح عكس التيار. فانا شايف ان هي قصه نجاح. انت ممكن ما وصلش للي انت عايزه بالظبط. بس انت ما شاء الله دوست جامد قوي قوي قوي، اللي هو انا عايز ابقى في الجيم. واحد يقول لك جيم يعني تاني يوم هعمل فورمه وخلاص ابقى جامد. لا، انت قعدت 6 سنين تدرس وتشتغل. السؤال هنا اللي يطرح نفسه، ده فين دلوقتي في القصه دي؟ فين يعني ايه التحدي اللي بيواجهه في القصه دي اللي هو عايز يكبر من خلاله، اللي خلاه يجي النهارده هيلب يور سيلف؟ انا بشوف ان عندي مشكله رهيبه في الورك تو ريست ريشيو. بمعنى ايه؟ احنا عندنا في الكروسفيت او في الرياضه عموما، لو انت ما عرفتش ترتاح ما بين السيتس مش هتعرف تخش المجموعه اللي بعدها. العضله هتتعب. ما فيش، ما انت بني ادم. صح. وكل يعني رينج السيتس ليه راحه معينه، يعني كل نوع تمرين ليه درجه راحه معينه. يعني السترينث لو بتشيل اوزان تقيله قوي اللي هم عدتين 3 لازم تريح 3 دقائق، دقيقتين 3 مينيموم. ده لازم. عشان تقدر تشيل العدتين 3 تقال قوي دول. لو بتعمل 12 عده بتريح مفروض دقيقه، دقيقه ونص. تمام. انا حته الورك تو ريست ريشيو دي نفسي اظبطها في حياتي، لان انا اصعب يوم في حياتي هو يوم الاجازه. قولون العصبي بيبقى صوته اعلى من السبيكر اللي هناك ده، من كتر ما هو اللي هو يعني مش خايف، متوتر من الراحه. العكس بقى. فانا عارف ان ده، يعني انا بسبب ده جالي اوفر تريننج. جالي اوفر تريننج ده ان جسمك خلاص ابتدى يعمل نتائج عكسيه من التمرين. مفيش حد بيتمرن 7 ايام، ابطال العالم كلهم حتى لو بيتمرن مرتين في الاسبوع لازم يوم او يومين يفصل. فانا كان بالنسبه لي التمرين هو الهروب من اللحظات الصعبه، او ان انت فكره ان انت لازم كل يوم تثبت حاجه لحد، وده اللي انا جاي برضه عشانه. حته الاكسبتنس، وحته ان انا عايز دايما اثبت لاقرب ناس ليا ان انا شغال وتمام، وان الفتنس اللي كنتوا بتتريقوا عليه او بتقللوا منه
او ايا كان الحاجه اللي بحبها بقت مصدر دخلي وبقيت بعملها تمام. فمن كتر ما انا قعدت في الجيرني دي فتره كبيره بشتغل ال7 ايام كل يوم، بقى بالنسبه لي انا حاليا عادي لو انا قعدت يوم يومين اسبوع ما بشتغلش الحمد لله يعني، بس مش عارف اعملها نفسيا، مش عارف اعملها. يعني انت ماديا تقدر تعملها. ممكن اسافر حته واحده واتبسط مشغال. تمام، وعندي تيم. انا حته ان انا كنت دايما متصور ان انا فاشل في البيزنس جدا، او الصوره اللي متاخده عني ان انا في البيزنس مش نافع يعني. حاليا عندي تيم يقدر يشيل الشغل معايا، لا انا لازم ابقى موجود برضه، لازم جلد الزاد. جلد الذات؟ لا انا مش عايزك تجلد ذاتك. وعايز اقول لك ان احنا النهارده معانا خبيره في الصحه النفسيه، وهي دورها هيكون انها تثبت لك، تثبت لنا كلنا ان في وجهه نظر مختلفه. وان شاء الله يعني طبعا هي مش معهاش عصايه سحريه، مش هقول لك ان انت هتقوم من الكرسي ده تبقى فاهم جايد بالظبط، بس هيبقى بالظبط كده، هيبقى حوار هتقدروا تبصوا على التحدي من بالظبط. وجهه نظر تانية. فهي يا دوب على وصول دلوقتي، تمام، فانا هسلم عليها واخليها يا ريت تدخل والله تيجي ضروري بسرعه. وتشاركنا يا ريت. من عينيا من بس. عينيا. الطفل الداخلي هو الأساس اللي بيتبني عليه كل حاجة في حياتنا، نظرتنا لنفسنا، للنجاح وللحياة. وده مجال خبرتنا النهاردة دكتورة ساندي مجدي. بدأت رحلتها كطبيبة أسنان، وساعتها شافت بعينيها الرابط الخفي بين الألم الجسدي والألم النفسي، فقررت تتعمق في دراسة الطب النفسي. رحلتها في العلاج السلوكي والطفل الداخلي والريزيلينس خلتها تفهم ازاي ماضينا بيأثر على قراراتنا ومستقبلنا. ومش يمكن ده يكون المفتاح اللي بهاء محتاجه في رحلته؟ ساندي، هاي، هاي يا ساندي، منورانا. ثانك يو وثانك يو بجد. انا يعني I'm so grateful ان انا موجوده النهارده. لايك احنا مبسوطين قوي ان انت معانا، ومبسوط قوي ان احنا ممكن نخش في التحدي كده ونبص عليه من نواحي تانية. فايه رأيك في التحدي بتاع بهاء؟ اللي انت حكيته لي حاجه very inspiring، وانا فعلا grateful ان انا هبقى مع بهاء ومعاكم النهارده عشان نشوف التحدي بتاع بهاء ببرسبكتيف تاني. ده شرف ليا والله، انا مبسوط اكتر منهم كلهم يعني. انا اللي مستفيد. لا انا مبسوط. انا مبسوط اكتر والله، ان انا محتاج ده. هو حكى لي كل حاجه كل حاجه. كل حاجه. طيب خلاص هتوفر عليا عشان لو ابتديت احكي تاني حلقه هتخلص. كل حاجه، وانا يعني super excited. انت how do you feel؟ هو سؤال بس، في امل في الحلقه؟ دايما في امل. طيب الحمد ما لله. ينفعش نعيش في امل. الحمد لله الحمد لله. فانا I'm grateful ومستنيه to help yourself so that you can help others بالظبط، because that's what you do. ده اللي انت بتعمله، صح كده؟ ده اللي انا عايز اقوله. كل انسان بيساعد بيبقى عايز حد يساعده، وانا كمان ببقى محتاجه حد يساعدني، كلنا بنساعد بعض. صح. فيعني excited جدا. انت how do you feel؟ انا مطمن جدا، طمن. بالذات لان ده كور شغلي. واي حاجه قابلتها في حياتي صعبه انا ببقى بعد كده بتاكد ان ربنا عمل كده عشان اقدر اساعد الناس اللي هيمروا بنفس اللي انا مريت بيه في كل المستويات، على المستوى النفسي والبدني، كل حاجه، حتى من اصغر اصابه بتصابها بتفيدني لما بشوف حد متصابه، من اكتر ابتلاء او اكتر مشكله حسيت ان هي ملهاش حل وفي الاخر لقيت ربنا بيفتح طرق ليها يعني. فالجن دي كلها طلعتني بان مفيش حاجه اسمها وقت ملوش لازمه او وقت وحش. حتى لو وقت صعب، وقت فيه تشالنج، هو وقت بحس ده افيد بكتير من ان الحياه تبقى وردي واليخت راكن هنا والفلوس هنا والدنيا ماشيه في البيك بتاعها. لا، بشوف ان احنا كبشر بنستفيد من الوقت الصعب، او نقدر نستفيد من الوقت الصعب اكتر يعني. ده حقيقه فعلا بالظبط زي ما انت قلت. ويعني حاجه كده جالي انسايت وانت بتتكلم، قلت لي انا عايز او انا اللي فهمته pass my experience, he want to pass his experience. فانا استشفيت ان بهاء giver. صح كده؟ انا لسه عامل تحليل شخصيه. هو تحليل شخصيه مشهور بس انا ناسي اسمه. MBTI، حاجه اسمها انياجرام، حاجه سترينث. هو بيركز على بيطلع الفايف. يس فايا، اسمه فايا تقريبا. بيطلع الفايف اسبيكتس او اهم او اقوى 5 نقط قوه عندك. ايوه. وبيشتغل ليه يعني؟ هم بره عملوا ده ان معظم الناس او المديرين في كل حته في العالم
لما بيجوا يشوفوا الموظفين بتوعهم بيشوف ايه الويكنسز بتاعتك او نقط الضعف عشان يشتغل عليها. لا، هو عكس، انا هشوف ايه نقطة القوة بتاعتك واقويها اكتر، فده يزود البرودكتيفيتي بتاعت الشركة، في نفس الوقت يخليك انت احسن. يعني لو حد بيعمل الحاجة اللي هو شاطر فيها وبيعملها كل يوم والضوء متسلط عليها وبيتشجع ان هو يعملها اكتر، ده بيخلي الشخص نفسه مبسوط اكتر، وفي نفس الوقت انت كمدير او كحد فوقيه هتستفيد منه اكتر. فلسه عامل الجالوب سترينث فايندر. جالوب جالوب؟ جالوب. في جالوب وفيرفايا، الاثنين بيعملوا جالوب سترينث. جالوب ده تحفه لانهم عملوا دراسه على 1,000,000 واحد عشان يلاقوا الحته دي. فايتس فيري دقيق جدا. انا جاوبت على 99 سؤال، مش عارف ليه مش 100. وفي الاخر والله مش عارف، يعني انا هي كنت عايز الستاديز اسال بيبقى كنت عايز اسال ليها سؤال لنفسي في الاخر studies عشان كده بيبقى 100 ليها سؤال، وفي الاخر طلع لي اللي فاكر منهم يعني empathy اول حاجه. It's very obvious, that's why I told you you're a giver. empathy اللي هو التعاطف. التعاطف. achiever، yeah connectedness، yeah وده طول تواصل. شغلي ان انا بوصل الناس ببعض وبتواصل مع الناس. حته بقول لك حاجه، انا خليكم انتوا تكونكتوا ماشي على اسلوب. yes let's ماشي. connect يا ريت والله Yes. يا ريت. let's connect empathy empathy achieving أو achiever achiever connection. وقفنا عند connection. و اخر حاجتين كان ليهم برضو علاقه بان انا ابقى احسن، او ان انا بشتغل على الحاجه ليها علاقه بالانسبايرنج برضو، ان انا موتيفيتور، حاجه كده. motivator motivator أو you inspire people. بالظبط. اوكي. واخر حاجه مش فاكرها، بس هي ليها علاقه بان انا ابقى عايز ابقى بحسن نفسي على طول، عايز ابقى بحس learning continuous learning، بتحب to learn و to develop. وانا شايفه كمان strength شفته جدا، ومن الحكايه اللي حكاها لي طارق انا شايفه perseverance، يعني مثابره. دي انا شايفاها. هو انا اسم شركتي لما جيت اسمي شركه قعدت 6 شهور عشان اطلع الاسم، وفي الاخر حد ابن حلال كده قال لي هو الاسم هيطلع منك انت. يعني قلت له مني ازاي؟ قال لي من اكتر حاجه انت واجهتها ثرو الجيرني بتاعتك ال 10 11 سنه في المجال يعني. فقلت له ان انا قدرت اكمل. قال لي بس هي دي هنا جت فكره sustain x. sustain x and x is anything a variable. variable. ممكن اشيله زي ما في المسائل بتاعت الماث اللي هو x find x، اي حاجه بتشيل x وبتحط اي حاجه انت عاوز تقدر تسستين ثرو الحاجه دي، اي تشالنج بقى. عملت من خلال البراند بتاعك زي equation للنجاح، perseverance او persistence استمراريه، او sustain x. ويعني لما هتسستين هتوصل توصل. أيا كان. انا بقول لهم دايما الفرق بيننا وبين اي حد وصل لاي حاجه ان هو كمل ما زهقش. اي حد وصل لاي حاجه هو اكيد قابل على تشالنجز كتير وقابل حاجات رخمه، هو عارف يكمل مهما كان حاسس بايه، ومهما كانت النتائج المتغيره، سواء النتائج كانت على هواه او ما جاتش او اتاخرت، هو فضل مكمل. فهو عشان كده وصل. فانا بشوف ان دي اهم سكيل، وعشان كده سميت الشركه كده عشان اقدر اساعد الناس ان هي تقدر تستحمل اي حاجه من الناحيه النفسيه والبدنيه. بهاء بيرسونال عايز يوصل مسج من خلال البراند بتاعه، sustain او كمل persist. بهاء كمل ازاي؟ طيب الايكويشن عشان يعني الخصها لك، هو الموضوع كبير بس نفسيا ايه اللي خلاك نفسيا تقدر تكمل؟ حلو جدا. في obstacles وفي history of قوالب، ده اللي انا فهمته. في standards، لو بهاء مش قد الستاندرد ده فهو مش منا، you don't belong. بالظبط. بس انت يتشالنج حته القالب والبيلونجينج، وعملت سستين عشان توصل لهدفك. ايه اللي خلاك كده؟ حاجتين وممكن 3. اول حاجه انا كنت دايما عندي واي، سبب لاي حاجه بعملها، تمام؟ والسبب ده كان ممكن يبقى متغير، بس عمري ما كنت بكمل في حاجه غير لو انا عندي سبب بادي عشانه. دايما بفتكر السبب ده، تمام؟ تاني حاجه اليقين، بقى عندي يقين وكل شويه بيزيد، ربنا عمره ما هيضيع تعبك. واتاكدت من حاجه اسمها رصيد السعي، كنت دايما بسمع عنها بس عشتها، ان عادي جدا ممكن تبقى شغال 4 5 6 10 سنين ومفيش النتيجه اللي انت مستنيها، وفي يوم وليله ربنا يديك نتيجه سعيك دي كده، يطبطب عليك، يعني يعوضك عن كل ده. خليني اقول لك حاجه كمان، حتى لو سعيك في مجالات مختلفه. هو ده اللي حصل معايا،
هو ده اللي حصل. انا قعدت دكتور حكاك اكيد قعدت 6 سنين ولا حاجه شغال شغلانات ما بحبهاش، وشغال 7 ايام، ولان انا بشتغل معاهم الحاجات اللي بحبها، ف نوم قليل، على طول متضايق، على طول عندي شك، على طول طبعا في حروب مع الناس اللي حواليا اللي بتحبني وممكن بتخاف عليا جدا بس مش شايفين اللي انا شايفه. ليه قعدت 6 سنين تعمل حاجه ما بتحبهاش؟ لان انا ما سمعت كلام طارق قال لي ان انت قعدت تعمل حاجه ما بتحبهاش وكرهتها، وعشان كده من كتر ما انت شفت الكره للحاجه عرفت انت بتحب ايه. ليه؟ انا يعني بتهيألي ان دي حاجه في شخصيتي بحاول اغيرها. ليه؟ بجيب اخر الحاجه حتى لو الحاجه دي جابت اخري، يعني بحب ان انا ما يتقالش عشان ما يتقالش مثلا ده نفسه ضيق، ده ما جربش. ابقى جربت واتاكدت ان الطريق ده انا ما ينفعش امشي فيه عشان فعلا ما ارجعلوش تاني. يعني انا لو ادوني فلوس قد كده وحلفولي على المايه تجمد زي ما بيقولوا ان خلاص هو هندسه دي تمام معاك وارجع لها وما تقلقش ومش هتضايقك تاني، انا خلاص اتاكدت. انا اشتغلت كل الشغلانات اللي ينفع اشتغلها في هندسه، وجربت بقى من الحكومه والمالتي ناشونال، جربت السايت والاوفيس وجربت الحاجات دي كلها عشان اتاكد ان انا ما ينفعش هنا. عشان تبقى عملت اللي عليك. بالظبط. عشان ايه اكتر احساس بيخوف بهاء؟ اللي انا ما بقاش عامل اللي عليا، ان انا ابقى يعني بهاء لو ما عملش اللي عليه هيبقى بهاء ايه؟ مقصر. احساس التقصير هو اللي خلاك تشتغل حاجات كتيره قوي انت مش احسن حاجه فيها، او ما كنتش، مش هو ده الباشن بتاعك. ان انا ما بقاش قصرت مع حد، او قصرت اني اتشاف ان انا مقصر. الاحساس ده اللي هو بيجيب لك احساس الجلت. ما خيبتش ظن حد، ما خيبتش ظن حد. ولو الحد ده يعني اقرب ناس ليك الموضوع بيبقى اصعب، ابوك وامك. أه بشوف ان حته الاكسبكتيشنز من الاهالي بتدمر الاهالي والولاد. يعني انا متوقع ان ابني يبقى كذا، شكله كذا، بيحب حاجات معينه، ما بيحبش حاجات معينه، ودي انا مش قادر الومهم فيها ولا قادر الوم نفسي فيها برضه، مش عارف الوم مين بقى. يعني انا والله هو احنا مش لازم يعني لازم نلوم مش حد. لازم نلوم حد، بس حته الستاندردز دي بتخلي الواحد مش عارف ايه الصح وايه الغلط. ارضي اقرب الناس، احب الناس لقلبي، وافرحهم بيا واشوف النظره دي في عينيهم، لاني محتاج اشوفها، محتاج اشوف انهم فخورين بيا. والله ارضي الديزايرز بتاعتي واحتياجاتي واللي انا شايفه ينفع لشخصيتي، اللي انا مسؤول ان انا اكتشفها وانميها. وده من ضمن الحاجات اللي هي السترينث بتاعتك، انت عايز تنمي نفسك. ابقى بهاء، عايز ابقى انا، عايزه ابقى انا، ولا ابقى ابتو اللي هم، وان هم اقرب الناس واغلى الناس عايزيني اكونوا. ودي مشكله جيل. وان انا عارف ان انا لو بقيت الحاجات اللي هم عاوزيني ابقاها هم برضو مش هيبقوا مبسوطين بيا، لان هم هيشوفوني مش مبسوط. فاهم حاجه؟ expectations. عشان الاكسبكتيشنز ممكن ما تبقى، وحتى لو بقيت قد الاكسبكتيشنز هم هيزعلوا على زعلك. بالظبط. فانا كان نفسي في وقت من الاوقات يسيبوني او يدوني البوش بتاعت احنا واثقين فيك وواثقين في اللي انت بتعمله، وده كان هيبقى اسعد احساس في الدنيا، اكتر احساس يعني هيبقى بالنسبه لي مش عايز حاجه غيره. لان انا اكتشفت ان لو حد وثق فيا، حد واحد وثق فيا، انا ممكن تهد الدنيا، لان دي شخصيتك. تهد الدنيا، بس ادوني ثقه. ادوني ثقه لان اصلا الرحله فيها شكوك، الرحله صعبه. يعني بالذات لو اي حد بيسمعنا بيشفت كارير او بيعمل حاجه عكس اللي الناس كلها بتعمله او مش العيله واخده عليه، هو اصلا شاكك، لان هو مفيش ريفرنس. يعني انا لحد النهارده ما قابلتش حد بالظبط زي بهاء بيحب الهوايات اللي بيحبها، بيشتغل الشغلانات اللي بشتغلها. وانا صغير ما كنتش عارف ان هيبقى في الشغلانات دي. يعني ايه كونتنت كرييشن، يعني ايه اكتب اعلانات، يعني ايه ابقى مدرب فتنس، بس يعني ايه. كنت دايما باندر استيميت كل حاجه وبقلل من كل الشغلانات اللي انا بحبها، لان عمري ما وثقت ان هي ممكن تبقى شغلانتي بسبب الاسترس اللي حواليا، بسبب الديستراكشنز واللي هي مش اهلي بس، عموما المجتمع. انت خريج هندسه تنميه بحريه، انت مشروع امتياز، المفروض تشتغل في المفروض مين اللي بيحط المفروض؟ هو انا according to مين؟ بالظبط. مين اللي بيحط المفروض؟ يعني ايه مفروض دي كلمه تقيله فيها، حتى لو ما بنتكلم كسايكولوجي فيها شودز، يعني فيها
الزام قوي، والحياه متغيره قوي. زي ما انت قلت ان ممكن يكون في مهنه ما كانتش موجوده بقت مهنه محترمه بتعمل هدف للحياه دلوقتي. فاحنا لو مشينا في حته المفروض احنا مش هنتطور. ما احنا المفروض ممكن نفضل يعني، انت فاهمني، في حته الشغلانات بقى الحكومه اللي الشغلانات اهالينا اشتغلوها. الستاندرز القوالب. فالمفروض ده، وانت عملت حاجه بقى، انت كسرت المفروض وكسرت القالب وطلعت بره الكومفورت زون، بس بعد ما استنزفت وجالك بيرن اوت. وانت قلت وصفته بديبريشن، انا ما اعرفش هل ده كان تشخيص ديبريشن او لا، بس عشان ابقى عملت اللي عليا علشان لما اخد الستيب وانطلق في الحياه اقول لهم انا عمري ما هرجع للبوينت دي تاني اللي هي كانت تحت المفروض. ده بالظبط. انا فاهمه صح؟ بالظبط، صح. هو ده اللي حصل. وانا اتشخصت باكتئاب مرتين. ومش بتكسف ولا بخاف اقول كده، بالعكس ان الظروف او المواقف دي هي بقت اساس شغلي. لان انا اكتشفت ان بعد 10 11 سنه في مجال الفتنس الناس مش محتاجه حته ان يلا انزل سكواتس، يلا اعمل الضغط، يلا كل الاكل ده ما تاكلوش. لا، في فاكتورز تانية داخله في المعادله محتاجه ان انا بشتغل عليها مع الشخص عشان فعلا يبقى قادر يتمرن اصلا. العامل النفسي. فانا ان انا وصلت للقاع في حته العامل النفسي ده ساعدني ان انا ابقى عارف الرحله بتاعت الصعود دي ازاي، وازاي ابقى احط نفسي مكان شخص هو افكاره عامله له شلل. افكاره ممكن تقعده في السرير طول اليوم ما يتحركش. افكاره عامله له شلل، وهو ده الاكتئاب. وده اللي انا مريت بيه. انا كنت احلى وصف للاكتئاب، افكاره عامله له شلل. بالظبط. الفكره مسيطره عليا، داخله جوه لوب، مش عارفه تقوم من السرير. بهاء، ممكن يعني حتى عشان الاويرنس ومن حد كان اتشخص ديبريشن تقول لي مريض الاكتئاب ايه الفكره اللي بتبقى مسيطره عليه، اللي دايما كانت بتخبطك وممكن ما تقومكش من السرير؟ مفيش اي حاجه بتعملها ليها لازمه او كفايه. يعني انا داخل فيها انا مش كفايه، انا مقصر، انا مهما عملت مش هوصل، انا ماشي غلط، مجهودي رايح على الفاضي. داخل فيها محدش يعني محدش مقتنع او مصدق فيا للدرجه اللي تخليني اكمل في ده، لان انا مش مصدق في نفسي او مش مصدق في اللي انا بعمله بشكل 100%. محتاج زقه مش لاقيها، مش عارف من مين. افكار عماله كل هدفها ان هي تشيلك. الاكتئاب عباره عن افكار، ودي حقيقه يعني من اوت اوف اكسبيرينس. والافكار بتقول انا مذنب، انا مقصر، انا ممكن كمان يعني بيجي لي في الاكتئاب بيتقال لي كلمه انا ولا حاجه. الاكتئاب يعني انا ولا حاجه، وده الكور بتاع الاكتئاب. بس بهاء ما استسلمش للاكتئاب. بهاء عمل هيلثي، اللي انا فهمته من طارق، كوبينج ميكانيزم عشان هطلع نفسي من الاكتئاب. عمل ايه؟ طيب انا ما كنتش اعرف الخلطه خالص. عملتها بالفطره. ربنا. بس كده اللي انت قلت عليه في الاول ايه احلى كلمه قلتها، كل كلامك كان جميل. اليقين. اليقين. عمل ايه اليقين معاك؟ اليقين خلاني اقوم ابدل رجلي بنفسي واخد ستيبس وانا مش شايف السلمه اللي جايه. مش هقول لك اخر الدور، مش شايف السلمه اللي جايه، مش شايف غير سلمه واحده. طب هاخدها. انا كنت بصحى من النوم، انا فاكر بلبس لبس الشغل مع اني سايب الشغل بس عشان اهلي ما نضايقهمش، وبروح المكان اللي انا كنت شغال فيه في مجال الفتنس، اقعد من 9 الصبح للساعه 5. بعمل اي حاجه او بحاول اعمل اي حاجه لحد ما الساعتين 3 بتوع اللي فيهم شغل يجوا. لان انا جالي فتره في الاكتئاب التاني ده جالي بسبب ان انا كنت يومي مشغول جدا وشغال شغلانتين وثلاثه، ومره واحده مورد الرزق الاساسي ما بقاش موجود، والعدد ساعات الشغل اللي كانت بتسحلني وبتتعبني ما بقتش موجوده. فالفراغ الزياده خلاك تحس بايه؟ انا مين؟ انا مين؟ انا فين؟ انا بعمل ايه؟ خلاك تشوف نفسك ازاي؟ انا ماليش لازمه. انا اي حاجه بعملها يعني اللي انت بتعمله ده يا ابني انت بتضيع عمرك. سحب منك الاحساس بالقيمه. worthless. وان انا عندي طاقه، وعندي طاقه يعني مش عارف احط ايدي عليها او مش عارف ازاي
اوجهها صح، لان انا لوحدي في الرحله. اللي انك لوحدك وعندك سيلف داوت، شاكك في نفسك، شاكك في قدراتك، بس حاسس اليقين مديك امل ومديك احساس ان في حاجه لازم تتعمل، بس انا مش عارف هي ايه. محتاج تشجيع من حد بره يكون موثوق فيه. في نفس الوقت كل circumstances against me، بس كان عندك يقين، وكان عندك حاجه كمان وهي سر البيرسيفيرنس وسر اللي انا شايفاه دلوقتي، الامل. كان عندك امل وقلت لي بدلت رجل وقمت، خدت فيرست ستيب، خدت ستيب واحده، ما قمتش قلت انا هكسر الدنيا، خدت فيرست ستيب. وهنا العقل اشتغل صح، قال لك اخد الفيرست ستيب علشان هي دي اللي هتوصلني. تعرف ان اصعب حاجه، وانت اكتر واحد ادرى على مريض الاكتئاب، انه يقوم من السرير. ما هي دي لا، انت قمت من السرير، ايه اللي قومك؟ اكتشفت مع ان انا لو فضلت اريزيست الاحساس بتاع الزعل، الاحساس بتاع الزعل هيكسب. الله، حلوه قوي اه قوي لو قعدت اريزيست الحاجات اللي مضايقاني قوي. مش هخلص، لان هي حاجه انت ما تقدريش تحاربي او تتحكمي في حاجه انت مش شايفاها. المشاعر مش بتتناقش، بالظبط. انت قبلت المشاعر، صاحبته، صاحبت الاكتئاب. صاحبت الاكتئاب جدا. قلت له تعالى انا هاخدك رحله، تعالى ايه رايك النهارده نقوم نشوف ايه اللي المفروض نعمله، او ايه اللي في ايدينا نعمله ونعمله فقط. اللي داخل دايره تحكمنا بالظبط. هو ان انا اقدر اقوم. لحد دلوقتي ربنا مديني الايد ورجلي ان اقدر اقوم، فقلت له ايه اللي في ايدينا ونقدر نتحكم فيه، وتعالى نشوف انا وانت هنقدر نعمل ايه. بهاء وبهاء ومصاحبين الاكتئاب. بالظبط. بهاء اللي ما يعرفش نفسه مع بهاء اللي عايز وعنده ويل مع الاكتئاب. تعالى نشوف احنا ممكن نطلع خلطه جميله من الوضع ده، وده باليقين والامل. فعلا. وساعتها انا ما كنتش اعرف ايه الستبس بتاعت اليوم اللي تخرجني من ده. فكنت كل اللي بعمله ان بصحى اول حاجه بالتجربه بقى اكتشفت مثلا ان الفيزيكال اكتيفيتي، الحركه، الاكتئاب عمره ما يعرف يمسك حد بيجري، ايوه عمره ما يعرف يمسك حد بيتحرك. حقيقي. الاكتئاب بيحب البطء، بيحب حقيقة. الفراغ، بيحب ان انا مش يعني عشان هو بطيء. هو بطيء هو جدا. ايقاع الاكتئاب دايما بيقولوا لنا كده، واحنا بندرس الاكتئاب بيقولوا لنا ايقاعه بطيء بالظبط. والقلق سريع. اه فالاكتئاب يعني انا مسحوب بيبتدي تحت. يتسلل. يتسلل. لكن بيقولوا عليه سرطان النفس، يعني اكن اعوذ بالله بعد الشر، يعني الدنيا سحبتني لتحت، فانت عملت حاجه عكس الايقاع. بالظبط. اتحركت. والحركه لا، الفكره دي جات لك منين؟ لازم اعرف قفشتها ازاي، لان اي حد بيعاني من الاكتئاب مش بيبقى عارف انه يعمل عكس. ما بيبقاش قادر يتحرك. ايوه. ازاي ده؟ في كان في دافع. اول حاجه ان ده كور شغلي، ان انا مدرب. أيوة. تمام. ومن مذاكرتي للشغل ان في ايام هتيجي على اي رياضي هو مش قادر يتحرك نفسيا وجسديا، حتى لو ما عندوش اكتئاب، موجوع تعبان عضلاته شاده. مصطلح اسمه جو ثرو ذا موشن. يعني ما تفكرش في السات اللي جايه، فكر في العده اللي انت بتعملها، فكر انت هتعملها صح وهتتنفس ازاي. بي بريزنت 100%. مش هقول لك في اليوم، في اللحظه. يعني انا بعمل عده السكواتس، انا هودي سيجنالز لرجلي تشيلني في العده دي، شكرا، مش هشيل هم العده اللي بعدها. وده في الرياضه بتاعتي، رياضه الكروسفيت كمان بالذات، هي فيها حته كده منتال تفنس رهيب، ان ممكن ورك اوت 40 دقيقه و50 دقيقه افضل اعيد نفس الحاجات. فلو انا شلت هم الدقيقه ال40 وانا في الدقيقه الاولى، والله ما هكمل. مش هتكمل. فبعمل ايه؟ مايندفول. ستيب باي ستيب، دقيقه بدقيقه، حركه بحركه، عده بعده. وكل عده يقظه ذهنيه. الهير النار. كل عده كمل. كل عده هي اللي بتجهزك للعده اللي جايه. بتاخد الماكسيمم من المومنت اللي انت فيها، بتعمل لحظه واحده ناجحه بتسلم للحظه تانية انجح. بالظبط. وده عملته عشان تطلع من الاكتئاب، عشان اتمرن التمرين الاول، عشان تمرن التمرين، عشان تقدر تتحرك. بالظبط. اخدت الكونسبت ده قسته على اليوم. انا هاخد اليوم بتاع النهارده، اعمل الستيب بتاع العده بتاعت اليوم، ايه اللي فيه في جميع الفاكتورز، في جميع العوامل اللي في اليوم، من ناحيه الصلاه، علاقتك بربنا، الاكل، الوجبات، الحركه، علاقتك باهلك، الانفستمنت اللي بتعمله في نفسك لو بتذاكر حاجه، النهارده بتاع النهارده. وده بيحتاج حاجه اسمها بريباريشن. انا البريباريشن دايما بقول للناس بتسهل جدا الاكشن. الواحد بيصحى بالذات لو هو متضايق، عنده اكتئاب ما عندوش اكتئاب، متضايق زعلان، الحاجات العاديه، مرتب يومه. لازم يصحى مرتب يومه، لان هو بيصحى اول حاجه جسمك بيعملها انه يفكرك باللي مزعلك. شكرا.
حلو قوي، عشان يجرك لتحت ويحطك في الكومفورت زون ما تتحركش. هو عاوزك تفضل قاعد هاشت، سواء بقى ده مش شيطان، سواء ده اللي اكتشفته بعد كده ان هي دي حرب البني ادم اصلا. دي حقيقه. ان الشيطان هو عايزك احنا بنقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. هو الشيطان اهم حاجه عنده ان انت تبقى متضايق ومش قادر. يديك نيجاتيف ايموشنز، يقعدك ليه؟ لان ربنا جايبنا الدنيا عشان العكس، نعبده ونعمر الارض. نعمر الارض. فانا لما ابتديت افهم الكونسبتس دي، ده غير عندي الانتنشنز، غير عندي النيه لاي حاجه بعملها. ان لا تخيلي كده، إن لو نيتك ان انت بتحارب الشيطان هتبقى عامل ازاي؟ كلك باور، كلك بقى. فده خدت الباور. اه وكل ده ساعدك عليه العقل والدراسه والرياضه اللي انت عملتها. بالظبط. استخدمت مهارتين، وهي مهاره اسمها اليقظه الذهنيه، اللي هي الهير اند ناو. ابقى present in the moment, completely present in the moment. اعمل لحظه ناجحه، فاللحظه تبقى هنجح، وبعدين اعمل preparation فيبقى يوم واحد ناجح بيسلم ايام تانية ناجحه. وانا هنا لان اساس الاكتئاب هو ان احنا we are in the past، احنا في الماضي. فالاكتئاب دايما بيتعالج بالهير اند ناو، ان انا ابقى present في المومنت. وقلت لي بعمل preparation برضو، دي هنا حاجه insightful جدا هتخليني اسالك، بتحدد ازاي البريباريشن بتاعتك بتاعت اليوم على حسب ايه؟ طيب برضو ده انا اكتشفته والله فعلا، يعني محدش قاله لي ولا ذاكرته ولا ربنا يسر لي ليه كده، واكتشفته بالترايل اند ايرور. يعني ايوه. ان احنا في حاجات في يومنا لو رتبناها صح، او حطينا الاولويات بتاعت مثلا انا الكلمه الطاقه دي الروحانيه، اولويات. الاولويات ان كل تاسك بيسلم لتاسك. يعني اكتشفت ان انا لما بصحى مثلا باخد شاور ساقع، هو متعب جدا، بس ده بيخلي الجهاز العصبي يفوق وبيخليك انتوا اليوم بسرعه. بعد كده لما بقرا قران بهدى، اي حاجه مهما كانت كبيره بتصغر. بعد كده لو عندي صلاه او يعني الحاجه اللي ليها علاقه بربنا تخلص، بعد كده ده بيشحنك، لان هو يعني الطاقه عنده ما بتخلص، خزاينه ما بتخلص. فانت لما بتستمد طاقه منه مفيش حاجه توقفك. فده يديك طاقه بعد كده للتاسك اللي بعده، اللي ليه علاقه مثلا انا كبهاء مثلا الفيزيكال اكتيفيتي، ده ابقى قادر اتمرن وانا هادي وتمام. لما بتمرن بجوع، لما بجوع بشوف انا هدخل جسمي ايه، فبدخل وجبه فيها بروتين عالي، الكاربس او الحاجات اللي بروسيسد مش موجوده او قليله. فده بيساعد الانرجي ليفلز بتاعتي ان هي تبقى فايقه. الوجبه دي بتساعدني اشتغل او اذاكر، بتسلمني للتاسك اللي فيه الحته اللي بتاعت دماغي بقى. بعد كده تسلمني للتاسك اللي فيه السيرفيس للناس، ان انا الناس بقى جايه عايزه بهاء وعايزه طاقه بهاء وعايزه تتعلم حاجه ليها علاقه بشغلي. عايزه الواي بتاعت بهاء، بالظبط. عايزه البيربز بتاع بهاء اللي هي اخر حاجه بتعملها، فبقدر اديهم تقدر السيرفيس. تديهم سيرفيس لانك خدت بالك من نفسك بالظبط. في الاول. المي تايم دي عملت المي تايم مم. ورتبت الاولويات. وكلمه الاولويات دي في ترتيبه اليوم في البريباريشن هايله جدا. والاولويات يعني اختيارات، والاختيارات يعني قيم، يعني values. انا بختار according للفاليو بتاعتي. انا ست متجوزه وعندي ولاد، فانا بقوم عندي الفاليو اوف فاميلي عاليه جدا، فبقوم بطبخ وبغسل وبتعب. وبقول كده على الناس اللي عايزه يعني تفهم حته الفاليوز. ممكن اكون تعبانه جدا، بس كل اللي بعمله بيخدم على الفاليو بتاعتي اللي هي الاسره بتاعتي. بهاء الفاليو بتاعته ايه؟ تحب اساعدك اديك اختيارات؟ يا ريت. عشان انا شايفه الفاليو، انا شايفاها. مم. خلينا نقول success، ماشي. وهشوف انا صح ولا لا. هي values كتير، بس انا يعني هم دول كلهم بهاء، بس مم. رتبهم لي. ماشي. خلينا نرتبهم احسن. ماشي. success تمام. ولا freedom تمام. ولا friendship ولا family ولا money ولا health؟ اضايقهم لك؟ نشيل الماني ولا مهم بقى؟ لا ماني مهمه طبعا. يعني هم 6 بس ما values. بشيلش همها. عايز اقول لك انا جه عليا وقت انا فلست 3 مرات، ومش بتكسف ان انا اقول كده. وانا من عيله عاديه جدا، ولا اغنياء ولا فقراء، و3 مرات معيش ولا مليم حرفيا، وبعمل اللي بحبه تمام، بس اللي انا بحبه ما فادنيش بحاجه. فيا اما هترجع للي انت مش بتحبه وتضطر يا اما تفرق، تعمل تتصرف المفروض. وتحمل مسؤوليه. سميها فشلك، سميها تجربتك الغلط، سميها ايا كان، تحمل مسؤوليتها واطلع من ده. وبرضه كله بتوفيق ربنا.
وبتختار ان انت تتحمل الكونسيكونسز. يعني التشالنجز خليتك تبقى ناضج. الناضج هو اللي بينضج بغض النظر عن سنك، يعني انت، انا عارفه ان سنك صغير، بس الناضج هو اللي بياخد التشالنج ويتحمل مسؤوليتها. فانت عملت كده حتى مع الفلوس. الوقت اللي كنت فيه الفلوس خلصت معاك، لا انا خدت تشالنجز، ما رجعتش تاني للمفروض. يبقى ايه الفاليوز بتاعتك؟ انا حياتي كلها اتغيرت بعد لما تحملت مسؤوليه حياتي. ما بقتش عقليه فيكتم. العقليه الضحيه، واصل اهلي، واصل اصحابي، اصل شغلانتي، اصل الظروف، اصل الاقتصاد. مش فيكتم بس، والعقليه الستاندردز. انا مش قالب، انا مش روبوت، انا مش حاجه انهيرتد، انا انسان بتطور. طيب انا عايزه الفاليوز لان انا شايفاها قوي. فاكره لما كنت لسه قايل لك ربنا جايبنا الدنيا عشان سببين، نعبده ونعمر الارض. انا بحاول اخلي كل التاسكات اللي في اليوم بتدور حوالين الحاجتين دول. بحس ان عمرك ما هتندم، وهيبقى يومك برودكتيف كده كده كده. يعني مهما رحت او جيت، لو التاسكات حوالين انك بتعمل حاجه مفيده بتفيد بيها نفسك والناس، وبتعمل حاجه لربنا بتدي ربنا حقه. spirituality برضو من الفاليوز العاليه جدا. يبقى فاليو السبيرتشواليتي انا شفته كتير. انت بتقول انا بصحى، الفاليو بتاعي ان انا بصلي، بعمل حاجه سبيرتشوال، وبعدين عشان اعرف اوصل للبيربز بتاعي في الارض لازم ابقى انسان حر ولا لازم ابقى انسان محبوس جوه القوالب والمفروض؟ لا، ربنا خلينا احرار. وتاني فاليو انا بشوفه عندك، ممكن اكون غلط ممكن صح، بس لو رتبتهم هلاقيه من الفاليوز. بلاش اقول تاني وتالت، من الفاليوز اللي عندك عاليه قوي هي فاليو اوف فريدم. لان بهاء كسر القوالب والمفروض وعمل الحاجه اللي بيحبها بعد ما كان وصل للبوتم، بس كل ده عشان يسيت himself free، عشان يطلع من المفروض. الفريدم هو اللي خلى بهاء ده، والفريدم هو حقك. حقك ان انت توصل تبقى فري، حقك انك تكون انت، صح؟ بس انا شايفه بهاء عمل حاجه بالنسبه للتشالنج لما طارق حكاها لي. هو بهاء طلع على التريدميل and he set himself free which is amazing. بس هو فضل يجري على التريدميل. هو بهاء لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ما نزلش من على التريدميل. انا بستخدم نفس الطريقه بتاعت الفتنس بتاعتك. انت ما نزلتش من على التريدميل، انت لسه على التريدميل. انت افرطت في الهيلثي كوبينج ميكانيزم. you did it very well، بس افرطت فيها شويه، عشان كده انت تعبان. I want to give all my experience to all people. I want to help as much people as I can. مش عايز اخذل حد، مش عايز حد يعتمد عليا وما اخذله او ابقى مش up to الاكسبكتيشنز بتاعته، which is حاجه حلوه، بس الافراط فيها توصلني البيرن اوت. ممكن ارجع اكتئب من كتر ما انا جميل يعني. ضربت فيك. انت لسه على التريدميل. انا مبسوط قوي. بهاء عنده ريزيلينس، عنده مناعته النفسيه عاليه قوي. بيحب التشالنجز، ودي من الحاجات اللي انا بحب قوي حتى اشتغل معاها. اضبط له عليها كام حاجه وطلعوا صح. عنده مثابره، عنده تصميم، عنده حاجات حلوه قوي. لو معظم الاشخاص عرفوا يكتسبوا المهارات دي اكيد هيوصلوا للنجاح ويعرفوا يساعدوا نفسهم. انا كنت واخد ان انا بشتغل 12 13 16، يعني ايا كان بقى، بشتغل لحد ما انام، من اول ما اصحى لحد ما انام، والسبع ايام. فلما وصلت الحمد لله بفضل ربنا ان ممكن بقى عادي ان انا اخد يومين 3 اجازه، مش هيحصل حاجه. عملت تيم معايا بقى ممكن يشيل شغل عني بتاع. انا بالنسبه لي يوم الاجازه يا دكتور هو يوم مميت، يعني بحارب فيه افكاري، بحارب فيه ان انا بحاول عايز ارتاح. انا جالي اوفر تريننج على مدار الرحله كتير جدا، وده كان سبب لي اصابات وسبب لي برضو الناس اللي بتسمعنا. اوفر تريننج مش بتيجي بسهوله، او مش اي حد بيجي له اوفر تريننج، بس ان انت ما بتديش فرصه لجسمك يريكفر خالص. مفيش حد في الدنيا المفروض يتمرن 7 ايام طبعاً. حتى البرو اثليتس اخرهم 5 لازم و6 ايام. اتليست يوم واحد، في ايام اكتف atleast. ريكفري، يعني في واكتف ايام. ريكفري الماسل هترجع ازاي؟ وانت عارف بقى اللاكتيك اسيدز والحاجات بتاعتكم دي ازاي هيرجع ازاي؟ ده ربنا هو اللي امرنا بكده نستريح. انت ما استريحتش، انت مسكت التريدميل وفضلت اوفر ترين، لان هو ده اللي جاب نتيجه معاك. بس الاوفر يوز، انا هنا عندي خطين كده تحت قصه الاوفر يوز. يعني بنقول يا جماعه لو انت عملت هيلثي كوبينج ميكانيزم وطلعت من اكتئاب وديبريشن بحته ان انا بقيت بتحرك واعمل عكس الشعور عشان احرك جسمي، وطلعت ما اعملوش اوفر يوز. لان اي اوفر يوز بيبقى، مش عايز استخدم لفظ سخيف، بس هو بيبقى ادكتيف. صح. حتى لو حاجه حلوه صح. ببقى وركهوليك، وهو ده اللي انا اوصل لبرن اوت. يعني كذا حد قيمه بهاء في الشغل. بحاول
ما يبقاش كده. وانا دي الحاجه اللي كنت كاتبها، حته الايدنتيتي كرايسيس، حته مشكله الهويه، او ان انت لازم تتمرن وتمرن وتساعد وبتاع عشان تحس ان انت تمام. لا، انا عايز ابقى تمام عادي وانا قاعد لا انت تمام عادي. ما هو انا انا عايز احس ده، يعني عايز تحس ده؟ عايز احس ده، عايز تحس ده؟ ان انا مش محتاج اثبت حاجه لحد. يمكن انا بشوف يعني، وبرضه حضرتك قولي لي، انا قعدت سنين من عمري نفسي افرح اهلي باللي انا فرحان بيه. نفسك حد يسقف لك، مش اي حد. لو كل العالم سقفت لك والكير جيفرز او البارنتس ما سقفوش، العالم ده كله ولا حاجه. انا نفسي اشوف نظره رضا منهم في عينيهم عني. يعني نفسي اشوف ابويا وامي فرحانين باي حاجه بعملها. مستني الفاليديشن منهم، القبول منهم، لان دول اهم ناس لينا في حياتنا. بالظبط. لكن هم حطوا لنا ستاندردز على قد فهمهم وعلى قد رحلتهم which is هم amazing. بس الحياة بتتغير والستاندردز بتتغير واحنا بنتغير، فعمرنا ما هنميت الاكسبكتيشنز بتاعتهم. فحد فينا لازم يبريك ذا سايكل، يقول لا انا مش هبقى دول. فده مش هيترضي عنه مهما حاول يرضيهم. ولما حاولنا نرضيهم جالنا ديبريشن وجالنا اكتئاب. هم لو كنت فضلت ترضيهم وجالهم وشافوك عندك ديبريشن ما عرفتش تقوم منه، كانوا هيتبسطوا ولا كده كده المعادله كانت هتخسر بالنسبه لهم؟ برضه خسران. ما انا عشان كده برضه خسرانه. لو فضلت ارضائي، مش عايزه احط عليك ليبل، انا اسفه، لا بس عادي. حته الارضائيه دي يعني انا عندي حته ارضائيه، انا بيرسونال يعني عندي حته ارضائيه شويه. لو فضلنا بس ارضائيين نرضي حتى البيرنتس بتوعنا واحنا ما بقيناش سعداء وجالنا ديبريشن، جالنا اي مرض مناعي اعوذ بالله، ما هو بعد كده الجو بيضرب في بعض، خلاص هم هيخسروا وهيخسروا قوي واحنا هنخسر. لما بناخد الفريدم بتاعنا ويعني نطلع فوق، هم يزعلوا شويه بس احنا نبقى مبسوطين مع الوقت. لما بيشوفونا مبسوطين ومع البرسيفيرنس بيقتنعوا ان احنا كنا صح، وان ممكن شويه طريقه تفكيرهم تتغير. ولما بيشوفوك سعيد هم ديفنتلي هم سعداء حتى لو ما بينوش، لان on the other hand الطريق التاني كان كله هيبقى زعلان وتعيس. ما هو انا وصلت لمرحله انا مش قادر ابقى متضايق، انا مش قادر اعمل اللي انا مش مقتنع بيه ومش مصدقه، ومش ما عنديش الطاقه ان ازعل. انت متخيله وصلت للمرحله دي؟ لانك تستحق ايه؟ عشان ربنا خلينا احرار حقيقه. ايه، وانت تستحق السعاده. بالظبط. مش عيب. انا بشوف ان في مجتمعنا والله الناس بتخاف تخاف تفرح، تلبس تقول لك ايه اللهم اجعله خير. لما بنضحك نقول لك اللهم اجعله خير. ودايما في الشغل كده لو مش عايز حد يطلب منك حاجه بتعمل كده بوشك، وانا اللي هو مشغول، سيبوني في متضايق دلوقتي بقى. السعاده بالنسبه لك ايه؟ يعني بشوف سؤال صعب جدا بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه. بس انت عندك اجابه السؤال ده لانك قلتها في وسط الحلقه. السعاده بتاعتك انا شايفاها، وقول لي برضو correct me if I'm wrong، في الواي، في البيربس. بالظبط. You want to live a meaningful life and you're doing that and you're happy. It's just part of you مش happy لان الفاليديشن لسه ما جاش، ماما وبابا لسه ما عملوش كده. your inner child لسه محتاج حد يسقف له ويعمل له كده. حقيقي. ده حقيقي كلنا. وانا عايز اعرف الطفل ده هيكبر امتى يعني هيكبر لما هيفضل محسسني بالذنب لحد امتى يعني؟ محسسني بالذنب. الانر تشايلد ما بيحسسش حد بالذنب، احنا اللي بنحس بالذنب. الانر تشايلد ده احنا بنعطف عليه، احنا بنعمل له ريبارنتنج، هنقول له ماما وبابا ربنا يخليهم عملوا كل حاجه في حياتنا عشان يبسطوني، الستاندرز اللي حطوها على قد ويشكروا على ده اللي هم وصل لهم، بس باي باي هتفطم من ماما وبابا. لا، انا هريبارنت الانر تشايلد بتاعي، هقول له تعالى كده، انت كنت بتحب ايه؟ من حقك تعمل اللي انت عايزه، من حقك انك تكون مبسوط، من حقك تكون انت، من حقك انك تكون قيمتك حاسسها من غير اي برفورمانس، من غير ما ابتدي ادي عشان اخد قيمه لنفسي. من حقك تعيش اللي انت نفسك تعيشه من غير ما تستنى
حاجه من حد، لكن لو عايز حد يسقف لك ويشجعك فانا بقول لك اهو انا باباك. يعني ريبارنتنج في الانر تشايلد، انا اللي بقول لك برافو يا بهاء، برافو، استمر. لو ما سمعناش كلمات التشجيع في حياتنا احنا بنديها لنفسنا. حته الجلت، you feel guilty for being yourself and yourself. define بهاء دلوقتي بهاء مين؟ هو عايز يعوض كل السنين اللي هو ما كانش فيها بهاء. اللي ما كانش فيها نفسه، وربنا اداله الحكمه والقوه والبصيره انه يعمل ده، وهو عمله خلاص. وبشوف ان خلاص يعني حته ان انا ارضي الناس والمجتمع لا، انت الريفرنس بتاعك يبقى ربنا، عشان ما يعني هتبقى مسخ في الاخر، هتبقى حد مش انت ولا حد ولا هم، ولا هتبقى حاجه كده ملهاش ملامح لو انت فضلت شايل هم كل الحاجات دي ومن غير ربنا. فانا بشوف انا عايز دفعت ضريبه انك ما تبقاش مسخ، ان انت الناس او اقرب ناس ليك كان في تحدي بينك وبينهم، بس في الاخر بقيت بهاء، صح كده؟ صح. طيب انا عايزه يعني ايه، لو هتقول كلمه واحده بس لاي بارنت عايز يحط ستاندرد لابنه، مش عايز يسيبه ياخد مساحته ومش عايز يسيبه يكسباند زي ما هو عايز، ممكن نقول ايه؟ لو ابنك او بنتك ما بيعملوش حاجه حرام، اول حاجه بيرضوا ربنا، مبسوطين ومفيدين، ليهم اثر، الايكويشن كملت. لو انت كنت لسه تساليني نجاح ايه، نجاح ان انا ابقى برضي ربنا ويبقى ليا لازمه، يعني انا سايب اثر في الارض، انا بعمل حاجه بتفيد البشريه. living a meaningful life، بالظبط، حياتي ليها معنى. مش عايش في للبليجر. وانا بشوف هي عمرها ما هيبقى ليها معنى غير لو انا بعمل حاجه انا مصدق فيها وبحبها، ومش شرط بحبها دي يبقى في فراشات حواليا وانا شغال كل يوم، لا، مقتنع بيها. كده كده هتبقى متعبه، الحياه على طول متعبه، بس اتعب في حاجه انا مقتنع بيها وبحبها احسن ما اتعب وانا مش فاهم انا بعمل ايه وانا ليه وماليش لازمه. وبقدر اشيل الكونسيكونسز ايا كانت لاني بحبها. بالظبط. اكتر حاجه ممتن ليها ايه النهارده؟ grateful. لا مش النهارده، في حياتك. الامتنان هو تاني سر للسعاده، انت وصلت للمينينجفul لايف بتاع السعاده. طب والجراتيتيود، اكتر حاجه انت ممتن ليها ايه؟ مش هقول لك ليها، لبهاء، انت ممتن للبهاء بايه؟ ان ربنا وراني الطريق اللي اقدر ابقى بيه احسن واخلي الناس اللي حواليا احسن، وفي نفس الوقت يبقى ده مصدر رزقي، يعني مش محتاج passion to profit. مش محتاجه يعني اشتغل حاجات او اعمل حاجات انا مش مقتنع بيها عشان خاطر اعيش. مش بقول لك والله فعلا مش عايز ابقى ابقى الشخص الغني اللي ما انا كنت شغال في توكيل عربيات، اغلى عربيات في العالم، وكنت كل يوم بقابل اغنياء، والله العظيم 70-80% منهم عندهم اكتئاب. عشان they are not living a meaningful life. انا لو طفل مرفه، دايما حتى هتلاقي في الافلام الطفل اللي هو ابن حد غني بيبقى دايما بخدود كده، حد مالوش فايده، الفيلم كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين، وغتت ودمه تقيل ومالوش اي فايده وما عندوش اي سكيلز وبياكل مصاصه كبيره كده غريبه، لانه ما احتكش بحياه بتقوي العضلات. انت بتاع العضلات وعارف العضلات ما بتتقواش غير بالتمرين، مفيش اي تشالنج، التمرين هو الحياه، مفيش اي تشالنج. بالظبط. فانت ممتن لربنا، ممتن لربنا انه مراني، إن خلاني امر بكل ده، لان ده اللي زود السكيلز بتاعتي وخلاني اقدر اساعد نفسي واساعد اللي حواليا بشكل انا واثق منه، وبشكل مش ببيع، يعني مش شكل حقيقي، مش كلام، بشكل حقيقي، تجربه حياتيه حقيقيه. هتنزل مع التريدميل امتى؟ دلوقتي حالا بقى. هتنزل مع التريدميل، هتشد الفيشه امتى؟ ما انت لو لو ما نزلتش مع التريدميل هنشد الفيشه. انا عايز حد فالتريدميل يشد دي الفيشه. هتقف، لان بهاء في الاول وفي الاخر هو بهاء، سواء هي perform and produce او لو ما بيعملش اي حاجه. بالظبط. لان قيمتنا مش في البرفورمانس، في البينج not doing. والدوينج بيعلي احساسنا، لكن في الحقيقه حتى لو ما عملناش اي حاجه احنا نستحق. صح. Thank you so much. انا ممتنه جدا للابيسود دي. يا دكتور والله بجد انا اللي بشكرك، لانك اكدتي لي حاجات فعلا انا ببقى عايز اسال حد فيها، وببقى عايز، انا مش عايز منك غير جمله فعلا شيل الفيشه، يعني انزل من اجري، يعني انزل من الجاريه دي، اشرب ميه يعني. تستحق. لان احنا في مش هتعرف زمن تكمل. ما انا بقول لك احنا في زمن سريع
كل حاجه بسرعه، سهل جدا وانت بتقلبي كل يوم في السوشيال ميديا عماله بتشوفي فينش لاين فينش لاين فينش لاين. فغصب عنك احنا بشر، اللي هو دايما بتحسي حته الفومو او الفير اوف ميسنج اوت، ان في حاجه ناقصه، في حاجه المفروض اعملها. بس انا دايما بقعد اقول لنفسي لا يا بهاء، انت بترضي ربنا، بتشتغل، بتعمل اللي عليك بشكل طبيعي، خلاص اهدى. بهاء شد الفيشه واقفل السوشيال ميديا، والانسان الوحيد اللي بنقارن نفسنا بيه هو بهاء امبارح. وبهاء امبارح غير بهاء بتاع دلوقتي، غير بتاع بكره. انت بتقارن نفسك بنفسك امبارح وبتimprove ولو حبه صغيرين. مفيش improvement، فانا تمام ان انا I sustain، عشان ده البراند بتاعي. بالظبط. sustain. thank you so much. شكرا يا دكتور. انت برضو بينت لي البهاء قد ايه هو فعلا شخص ذو قيمه عاليه جدا من غير عمله، من غير performance من غير productivity. performance. دي حاجه مهمه وهو جدا، ما كل شاء الناس لازم بالظبط. تعرفها. وهو ما شاء الله بنى نفسه، يعني هو اشتغل على نفسه جامد جدا. فانا كنت مبسوط قوي من الحوار ان احنا شفنا السايد ده، شفنا ازاي تصلح حته السيلف داوت. لا don't doubt yourself، صح. just go with the flow. يعني دي كانت حلوه قوي ان احنا فعلا. صلحنا ان انت كل حاجه تمام، بس انت بس شاكك في نفسك. ما بالظبط. تشكش في نفسك، ما تشكش في نفسك، اللي يعني هو trust the process. اللي هو انت جامد انا كده عايزه اقول كده. لك انت كده كده كويس، انت كده كده مش كويس. محتاج صح. تبرفورم، مش صح. محتاج برودكتيفيتي، مش محتاج ان الدنيا ما شاء الله. تبقى صعبه قوي كده. لا، الدنيا سهله وحلوه وانت قيمتك في نفسك. وهو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده. يعني قيمتنا مش محتاجه performance، مش محتاجه productivity. حلو، ده بيزود احساسنا بالاتشيفمنت، بس ده مش انا. بس ده اللي كنت عايزه اقوله، واللي بهاء ساعدني عليه فعلا. فعلا. بهاء، ايه الحلقه التحفه دي؟ مش عارف اشكرك ازاي والله، بجد جاء في وقتها. يعني انا محتاج افصل الفيشه ومحتاج ابيع تريدميل. تبيع كفايه كده. بجد شكرا ان انت نزلت من التريدميل وجيت قعدت معانا. دي حقيقه. وانا بصراحه نفسي اعرف ايه الحاجات اللي انت اخدتها من الحوار النهارده. طب تعالى اقول لك سر، ان اي توك ليا، اي حلقه، اي سبيتش، اي حاجه انا هتكلم فيها، سبحان الله بتجيلي في اكتر وقت انا مش قادر اتكلم، في اكتر وقت انا عادي بيجي علينا وقت نفسيا مش قادرين عموما. فسبحان الله لما انت بتيجي تتكلم على رحلتك ايا كانت، مش شرط تبقى وصلت لحاجه جامده يعني، وبتشير بس رحله مع حد، انت بتهدى، اكنه زي ما كنت بقول لك كده، تشيك بوينت في ماراثون، ووتر ستوب، حد بيديك كوبايه ميه يقول لك اهدى، اصبر، خد نفس هنا، وافتكر اللي فات، انت عملت 20 كيلو، باقي كيلو. فهو ده سبحان الله، ده كل توك او كل حاجه حدث بيبقى في الوقت. فهو دي اول حاجه استفدت منها، الووتر ستوب. تاني حاجه بشوف ان معظمنا عنده الانسرز للتساؤلات اللي تعباه، بس بيحتاج كل فتره يسمعها من بره. مهما كان جامد قوي، مهما انت كنت بطل والناس شايفاك جامد، بتحتاج حد يقول لك انت تمام، كمل، انت تمام، انت ليك لازمه. ف دي تاني حاجه، انت تمام. تالت حاجه واللي هي جايه عشانها، حته البيرنينج اوت او الورك تو ريست ريشيو اللي انا بعرف اظبطها في التمرين. او اقول لك على حاجه، اكتشفت ان انا في فترات مش بعرف اظبطها في التمرين. يعني بخلص الحركه او المجموعه ابقى عايز اخش في اللي بعدها، مش عايز اريح. فلما بريفلكت على ده بشوف ان هو ده بيحصل في حياتي. ان انا بخلص فيديو معين، بخلص بروجكت معين، بخلص سيشن معينه، بشوف ايه اللي بعدها على طول. طب يا ابني ما تهدى، روح كل حاجه، ريح ظهرك، مفيش. فالدكتور برضو اكدت لي حته ان احنا لازم تشيل الفيشه عشان ما تتحرقش بس. صح. وطبعا حته الاكسبتنس بتاعت اقرب الناس ليك، واشوفها مشكله جيل كامل. مشكله جيل. طبعا جيلي بالذات، اللي هو ما بين الشباب الاوفر سايز دلوقتي والايه والناس القديمه شويه. مفيش حد صح وحد غلط يا طارق والله، بس كل زمن ليه متغيراته. وانت لو ما عرفتش تاكسبت وتادبت مش هتعرف تاوفركم. مش ما عرفتش تتقبل المتغيرات وتتاقلم عليها، عمرك ما هتعرف تعديها، او عمرك ما هتعرف تبقى تمام معاها. فاهالينا ربنا يخليهم لينا، ملناش غيرهم. ابويا وامي ماليش غيرهم في الدنيا، هم انا عايش بحسهم لحد ما اموت. هم مش غلط، بس في نفس الوقت
الصح بتاعهم في زمانهم غير الصح بتاعنا للاسف في حاجات معينه كتير. واحنا كجيل بنكبر وبنتعلم، احنا نفسنا غصب عننا شاكين في الطريق، شاكين في اللي بنعمله. يا ترى كم مره بتسال نفسك يا ترى كتير قوي. لازم، بالذات الناس اللي بتشتغل شغلانات ما كانتش موجوده قبل كده. ف الدكتور اكدت لي حته ان هم لو لقونا مبسوطين هيبقوا مبسوطين، يعني هي لوجيك، يعني هو برضو هم مش اعدائنا لا خالص بس خالص. هي حته الايكويشن، انت ازاي ترضيهم وما تجيش على نفسك، وازاي تعمل اللي بتحبه وفي نفس الوقت هم ما يبقوش يطمنهم. ايكويشن صعبه جدا. بصراحه استفادات كلها قويه قوي. امم يعني الحلقه دي ما كانتش سهله. لا ما كانتش سهله بس يعني نورت عندي شويه حاجات كده كانت محتاجه يعني حد يقول لي لا. انا مبسوط قوي، مبسوط قوي باللي انا بسمعه بصراحه. بجد انا اللي بشكرك والله يا طارق على الصدفه الهائله، يعني شكراً إن يا هبه مان. تبعت لي صح. وابعت يعني. شوف بس انا عارف ان مفيش حاجه صدفه، يعني حتى الناس اللي بتسمعنا دلوقتي انت بتسمع الحلقه دي مش صدفه. everything is connected بطريقه رهيبه، صح. وكل حاجه بتسلمك لحاجه. انت بس محتاج يبقى في حته ان انت تبقى اوير اللي بيحصل حواليك. ومش صدفه انهم هيعملوا سبسكرايب. طبعا مش صدفه لا ده لازم خالص. خيالي يعني. طيب هقول لك سؤال. طيب مادام على الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، تقول لهم ايه لو حد في الحته اللي انت فيها، لو حد بيمر بنفس التحدي اللي انت بتمر بيه، هتقول له ايه؟ يعني ربنا رساله يكتبها. كده. ربنا ما يكتبها على حد. مين؟ بس عادي، احنا كل واحد بيشوف رحلته بقى، هي دي اصعب رحله وبتاع، بس احنا متغرقين نعم والله يا طارق، متغرقين نعم. وكل فتره بتعدي صعبه انا بقعد افكر نفسي يا نهار ابيض، شوف اهلنا في غزه هنا وشوف الناس حوالينا ابتلاءاتهم عامله ازاي. لا لا لا، انت لو انت ربنا مديك شويه صحه بس تقوم تتحرك، مش هقولك تتمرن، مديك ان انت تعرف تجيب اكل لنفسك، مديك ان انت حاجه تعرف يبقى في مورد رزق، ان انت قادر تعبده، قادر تصلي، قادر تعمل الدنيا وما فيها. يعني انا بشوف دي. فلو انت بتمر برحله شبه رحلتي اللي مليانه شكوك، مليانه يا ترى هوصل مش هوصل، يا ترى اخرتها ايه التعب ده، بنزينك وسلاحك الوحيد هو اليقين في ربنا، عمره ما هيضيع تعبك. انا مجرب والله، وبكلمك في وسط وقت انا معيش فلوس، تعبان جدا في حاجات، عندي مشاكل واصله للبيك، يعني ما عمري ما اتحطيت فيها قبل كده، بس انا عارف ان ربنا مش هيسيبني يعني. وطبعا طول ما نيتك خير وانت بتعمل عليك، مش بتعمل كده وانت خاربها يعني. وانت خاربها. بس بقول له يعني لاي حد بيمر بده، اطمن وما تبطلش تعمل اللي عليك، لان كل ده في رصيد سعيك مش هيروح. رصيد سعيك. شكرا جدا جدا يا مان. اكتر 100 مره. أوف. والله. طب هعلي عليك بقى. اه عندي سؤال كده، يعني بص شوف، هي مفاجأة كده. في ايه؟ هطلب منك سؤال، تمام؟ السؤال ده هو، لو بهاء هيكتب هنا وعد بين بهاء وبهاء، وعد حاجة هتعملها مختلفة بعد ما تسيب الكرسي اللي انت قاعد عليه ده، هتكون ايه؟ ومش لازم تقولها لي، ممكن تكتبها في الورقة كده في صمت كامل. عايزك كده تكتب ايه لنفسك، ومش هنصوره كمان. فاهم. عايز وعد لبهاء من بهاء، حاجة واحدة هتعملها مختلفة بعد النهاردة. وعد بوعده لنفسي يا بهاء، اللي هو انت وعدتني، اللي هو انا برضو ايوه انك هتعمل كده. بالظبط. ماشي. توكل على الله. take your time. جمله واحده او حاجه واحده. براحتك. لا ايه، انا هديك وقت. هي كلمه. اوف. انا كده عايز ابص، الفضول هياكلني. قوية. عادي، انا كتاب مفتوح لو عايز تفضحني يعني. افضح. مفيهاش حاجه. طمن. اطمن بقى. شكرا جدا. انا شكرا اكتر والله ليكم كلكم، كميه نورتني. الكاميرات دي والاضاءه، كبرت الموضوع قوي والله يعني. حاجات توتر، بس شكرا ليك يا دكتور طارق، بجد شرفت بيك، ويا رب الحلقه
يعني تفيد اي حد يعني. ان شاء الله، انا متاكد من ده كما بقاش رغاي بس خالص بجد. خالص. نورتنا بقى، شكرا. حبيبي يا دكتور طارق.